السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد، اللي هو view template. view template يعني ايه الأول أصلا، يعني هو قالب إعدادات بتطبقه على view. مثلا لو بلان أو section أو 3D أو elevation، أي view موجود ما عندك، وأي view مرتبط بالتمبلت دي، ياخد نفس الإعدادات تلقائيا. الإعدادات ديت اللي هي مثلا إيه؟ لو أنا عايز أحدد شكل الرسومات، نفس ال visibility graphics. لو أنا عاوز مثلا أحط في التمبلت ديت إن أنا مظهرش العمدان، فأروح موحد فيها إن أنا مظهرش العمدان، فأطبق التمبلت ديت على الفيو، فما يظهرش العمدان على كل الفيوهات اللي واخدة نفس التمبلت. ونفس النظام في السكيل، عاوز أوحد السكيل في كل الفيوهات اللي واخدة التمبلت دي، نفس الديتيل ليفل مثلا. ونفس يعني كل الرسومات تطلع بشكل واحد ستاندرد، فده بيساعد. عشان لو انا عندي ستاندردز معينة بمشي عليها. وده برضو بيوفر وقت، بدل ما اظبط كل فيو لوحده اعمل فيو تمبلت واحد واطبقه ممكن على 20 أو 30 فيو. فهو يروح بيوفر عليا وقت كتير، بدل ما اقعد بقى اظبط في كل فيو لوحده. وبرضه بيساعدني في ان انا امنع ان حد يبوظ في الرسومات، ان انا بقفل الاعدادات بتاعه الفيزيبيليتي والفلترز والسكيل، بحيث محدش يغير حاجه. وده برضه بيساعدني في تنظيم المشروع. مثلا احط في كل فيو ان هو يبقى تحت كاتيجوري، مثلا في البروجكت براوزر معينه، ان انا كل ما اعمل فيو ياخد التمبلت دي يبقى تحت كاتيجوري معينه. زي مثلا هنا elevations دي، الاليفيشن ده مثلا هو هياخد تمبلت مثلا بتاعت elevation. ممكن في اول حاجه لما باجي اعمل assign للفيو، من هنا، من فيو، من اروح على البروبرتس واروح على فيو تمبلت، وبعدين هلاقي في discipline، في عندي في all structure او architecture او كده، فانا اختار مثلا structure. في view type filter، انت عاوزه مثلا 3D view ولا ceiling ولا elevation و sections وكده، فاختار ان هو مثلا ده elevation و section، فاروح اختار تمبلت مناسبة للإليفيشن، أو من إليفيشن مثلا دي. فلاقي مثلا التمبلت ديت اللي فيها إن الليفلز مثلا مش ظاهرة فيها، والفيزيبيليتي معينة. يعني مثلا تيجي نشوفها، هلاقي في إن هو السكيل، هو السكيل مش included، أنا ممكن أغير فيه. بس أنا عملت كده إن كل الفيوت اللي واخدة التمبلت دي تبقى ما ينفعش اغير في السكيل بتاعتها من 1 ل50 لو انا عملت انكلود. اما لو شلت الانكلود عادي ممكن تغير في السكيل. في الفيزيبيليتي جرافيكس اختار بقى هل انا ايه الحاجات اللي تظهر او الحاجات ما تظهرش في الفيو ده، في الحاجات اللي واخدة التمبلت دي. يعني مثلا لو مش عاوز اظهر مثلا فلورز اي حاجة مثلا، او سلالم. خلينا مثلا عشان السلام موجودة هنا stairs، وخلي واتحكم بقى في الفيزيبيليتي بتاعتها، هل هي تظهر ازاي يعني. و... وتاخد في الهاتش ايه بالظبط كل حاجة بقى فيها، فهي اوحد كل حاجة على كل الفيوهات اللي انا مديها التمبلت دي. تاخد هاف تون ولا لا، كل الحاجات الفيزيبيليتي. أه... واختار الكاتيجوري، هي تتحط تحت كاتيجوري elevations اللي هي موجودة هنا في البروجكت براوزر. فخلينا مثلا خلينا ما تظهرش السلالم، فاروح السلالم هنا ديت الريلينجز بس هي اللي ظاهرة، انما السلالم مش ظاهرة. انا لو شفت هنا لا، السلالم اختفت في ال في الريفيل هيدن إليمنتس. فهو الموضوع ده بيساعدني جدا. ممكن كمان أنا احط فلترز معينة، انما مثلا اقول له في ال visibility graphics filters
احط مثلا على كل الفيوهات اللي واخده التمبلت دي ان ان السكاشن اللي هي الهايد ان يوز سيكشن مثلا دي، ان اي سيكشن ماهوش محطوط في شيت ما اخفيهولي، فيروح خفيلي كل السكاشن. هلاقيه اصلا ممكن اخفي سكاشن اصلا ما يظهرش اي سكاشن او لا. لو انا مثلا في هنا مش عاوز يظهر السكاشن او عاوزه يخفيه، فممكن كده هيظهر السكاشن. بس لو انا لو موجود عندي سكاشن يعني هيظهرها. آه في ايه تاني؟ انا ممكن اصلا بجيبها منين من فيو. ممكن اصلا انا ممكن اروح مثلا انا اظبط ليفل باظهارات معينه. انا مثلا اخلي الهاتش بتاع البلاطه دي، اخلي الهاتش بتاع الفلورز ان هو مثلا يبقى diagonal اب 1.5، diagonal اب 1.5 ملي. في القط في فخلي فانا مثلا عاوز كل هاخد بقى انا عملت ايه، ظبطت الفيو بتاعي بشكل معين ان هو كده يعني، وخلي مثلا ان الديتيل ليفل يبقى فاين. فانا عاوز بقى التظبيطات اللي انا ظبطتها في الفيو ده، ممكن نضيف فلتر، ممكن add section unused مثلا، اقول له ما اخفي لي اي section ماهوش موجود، ماهوش موجود في شيت. دلوقتي بقى الفيو ده مش واخد تمبلت، انا عاوز التظبيطات اللي انا ظبطتها في الفيو دي اعمل منها تمبلت. فاروح على فيو تمبلتس واقول له create templates from current view. الحاجات اللي انا ظبطتها في الفيو ديت اعمل لي منها تمبلت. فيروح عامل لي ايه التمبلت دي، واسميها مثلا فلور ليفل اي حاجه يعني فلور. فهيروح ضيفها لي في الديسيبلين بتاعت structure، وهتبقى تحت الفيو فلورز والستراكشرز والاريا بلانز دي، ويظبط لي منها يظبط لي بقى، خد كل الاعدادات اللي موجوده في الفيو وعمل لي منها تمبلت. فانا مثلا ممكن افتح ليفل 7 ده، وفي البلاطه اهي، انا عاوز اطبق عليه التمبلت دي، التمبلت اللي انا لسه عاملها. فاروح رايح على الفلورز، لا فلور ليفل اللي انا لسه عامله، واقول له ماشي اه، اعمل له ابلاي على الليفل على الفيو ده. فراح عامل لي الاعدادات اللي انا ظبطتها في الليفل اللي فات، ظبطها على الفيو ده. ممكن كمان اخليه اللي ياخد التمبلت دي يروح على كاتيجوري. ممكن اضيف كاتيجوري جديدة، structures plan. هي موجودة مثلا دي، هي تروح على structure plan، فلاقي الليفل راح على في البروجكت براوزر تحت خانة structures plans اللي أنا لسه عاملها. وكذلك ليفل 8 ده هنديله التمبلت، فلاقيه اتضاف تحت الخانة دي، وخد الإعدادات اللي احنا حطيناها في التمبلت. وكذلك بقى في نفس الموضوع إن أنا يعني هو الموضوع يعني احنا شرحنا حاجة يعني مش ما شرحناش يعني ايه بتوسع، بس هو كفكرة عامة يعني أظن الموضوع يعني ظهر.
في ان احنا برضو بنروح على ان احنا فيو، في هنا في ان انا ابلاي تمبلتس. لو انا عندي الليفل ده، لو انا عاوز اطبق عليه الليفل ده، عاوز اطبق عليه تمبلت معينة، اقول له ابلاي تمبلت بروبرتيز تو current view، واروح على فلور ليفل ابلاي بروبرتيز، فيروح مطبق البروبرتيز اللي انا عاملها. او ممكن اروح من فيو تمبلت واعمل نفس النظام فلور ليفل. وبعدين احنا اتكلمنا في create template from current view، في manage view template اللي هي احنا بنجيبها من في اللي هي نفس النظام view templates دي. آه وممكن برضو اعمل duplicate الفيو معين واغير في حاجة بسيطة لو انا عندي موجود فيو معين من هنا. وممكن اغير اسمه، اختار الفيو واغير اسمه، وممكن اعمل للفيو ديليت. بس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.